السلام عليكم أصدقائي المشاهدين. إذا كما شاهدتم منذ قليل انتهت مباراة الوداد البيضاوي والعين الإماراتي، المباراة الذي كان متقدم فيها الوداد في الشوط الأول، ولكن لم يستطيع الحفاظ على النتيجة ليعود في النهاية ليخسر المباراة بإصابة لواحد، وبالتالي العين الإماراتي يقلب الطاولة على الوداد وريمونتادا من الفريق العناوي. إذا الأداء الذي ظهر به الوداد أمر ليس مرغوب فيه بالنسبة لجماهير الوداد وحتى لجماهير المغربية المساندة لفريق الأحمر، كونه يمثل الكرة المغربية في هذه المسابقة. صراحة كنا نتمنى من الوداد أداء أفضل، خصوصا في هذه المباراة لأنك تلعب مع فريق آسيوي. المستوى يكون متقارب بين الفريقين وبين القارتين. كان على الوداد أن تحقق أفضل مما وقع الآن. هزيمة ستعتبر قاسية بالنسبة للفريق الأحمر. شاهدتم أداء الفريق الأحمر. شخصيا شاهدت هذه المباراة الثلاث الذي لعبها الوداد. في المباراة الأولى أمام الفريق السيتي كان الوداد أفضل بكثير من هذه المباراة الأخيرة، وكذلك مباراة اليوفي. أداؤه في مباراة السيتي كان أفضل وكان قريب من التسجيل، حاول وبادر ووصل إلى مرمى السيتي أكثر من 4 مرات، ولكن قدم روح كبيرة في تلك المباراة رغم الهزيمة. في المباراة الثانية أمام اليوفي دخل الوداد ب أسلوب مغاير على المباراة الأولى، ليتلقى أهداف في وقت مبكر ثم يتدنى المجهود ليرجع الفريق مرة أخرى لينهزم في النهاية ب4 أهداف ل1. اليوم الأداء بعد ما توقعنا أنه ممكن الوداد اليوم يكشر على أنيابه ويسجل أهداف، لكن مع الأسف الوداد ظهر بشكل سيء للغاية اليوم. لم نعتده على الوداد في مسابقات السابقة قارية أو حتى محلية. إذا الوداد يخرج من الباب الضيق في هذا المونديال، أمر محزن صراحة، ولكن هذه هي كرة القدم. على فريق الوداد أن يجدد عهده في كرة القدم، على فريق الوداد أن يقدم أشياء، أن يشتغل، أن يبدل كثير من الأشياء. أنا أعتقد بعض لاعبين خصوصا لاعبين الأفارقة الذي استبدلوا في الشوط الثاني لم يؤدوا أي إضافة على الإطلاق، وبالتالي أعتقد أن انتدابات الوداد لم تكن بالشكل المتوقع. أداء كارثي من اللاعبين. أعتقد على إدارة الوداد أن تغير منظومة الفريق بشكل كبير، لأنه كثير من اللاعبين لا يستحقون حمل قميص الوداد البيضاوي. هذا كل ما تعلق بهذه المباراة. أمر محزن صراحة. إذا شاهدنا كذلك اليوفي الذي خسر مباراته أمام السيتي ب5 أهداف لهدفين، وهي مباراة كبيرة عرفت تسجيل 7 أهداف. مباراة ممتعة صراحة. إذا لم يتبقى سوى مباراتين في هذه الليلة من أجل حسم الوصول إلى الدور 16. المباراتين الكبيرتين التي ستقام في الساعة الثانية ليلا، وهي مباراة سانسبورغ ضد ريال مدريد الفريق الكبير مدريد، ومباراة الهلال السعودي أمام باتشوكا. الهلال يجب عليه الفوز من أجل الوصول إلى الدور 16 رفقة الكبار في الدور 16. حد موفق للهلال السعودي، كونه عربي، هو الواحد الذي متبقي من أجل حفظ وجه الفرق العربية وكذلك القارة الآسيوية بعد مغادرة القارة الإفريقية بوجه غير مشرف صراحة. إذا كل التوفيق للهلال